ده قرار اعدامكو صادر انطاقوا الشهادة بعد بحث 7 مراحل يعني جاري الابادة. الشغل انا عايزة دكر ما جابتهوش ولاده، الشغل انا عايزة دكر ما جابتهوش ولاده. حق زوجتي بنت الحسب والنسب، بنت الأصول التي لا يخطر على بالك أن تراها بالصدفة في الشارع اللي وراك، لا يخطر على بالك أن تقابلها ولو بالصدفة. زوجتي التي كرمني الله بها، التي جبرت كل ما فات في حياتي وعوضتني، زوجتي الشريفة الأصيلة بنت الحسب والنسب. لا ما انا هعرفكم على المدام دلوقتي. يا رؤى بنت يا رؤى. أؤمر اسمك شو؟ رؤوس يا بنت الاخوات شويه. انت اللي بمزاجك بتوسخ نفسك، انت اللي بمزاجك المرض ده جواك. هو انت فكرك ان انت تقدر تقعد شهر واحد كامل من غير ما تحس انك علمت على ست؟ كفايه يا هادي، كفايه التكسير. ده مش تكسير، دي حقائق. تروح تعالج نفسك انت عشان اعينك. طب ربنا، انا بقول لك كل حاجه اهو. انت لو بتحبني هتقول هتعمل ايه في موضوع انك كنت بتعرضني على الرجاله علشان يناموا معايا وانا ما كنتش برضه كل مره، وكنت بتحاول تسيطر عليا بكل الطرق عشان واروح الاتجاه ده باي طريقه، وده مرض نفسي انت بتعالجه. نعم إنه كلب، نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. اتفضل. دلوقتي انا شفت القناه بتاعت الاستاذ اكرم، فلقيت ان طليقتك الاستاذه مريم كاتبه تعليق بتقول ان بنته مش هتخش الامتحان بكره عشان 20,000 جنيه. تمام؟ انا لما قريت التعليق فبصراحه يعني ايه حبيت اكلمك في النقطه ديت، في نقطه البنت 20,000. يا استاذ احمد، لو بنتك فعلا زي ما قالت كده محتاجه 20,000، لو انت مش متوفر معاك دلوقتي انا ممكن ادفعهم، احولهم لك وتدفعهم للبنت. بص يا دكتور هشام، اتفضل. دكتور هشام، الله يخليك يا رب. حلو الكلام. تصور وريها لبنت عمك والجوز بنت عمك، جوز بنت عمك يقول لك، وجوز بنت عمك يقول لك ايه؟ يقول لك لا 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 يا احمد ما بحبش اشوف الكلام ده، ما بحبش اشوف الحاجات دي. والنبي يا احمد الله يخليك دي حاجات تاثر بيك، ما بحبش اشوف الكلام ده. يبقى انت بتفضحنا وبتعرنا. دي فضاء، دي اسمها بيع شرف، لعب بشرف بيت، لعب بحرمه بيت. اما تبقى مراتك قاعده في بيتها ربنا ساترها عليها هي وعيالها وتتلاعب بعرض بيتك بالشكل ده وتفضح بيتك، تفضح بيتك لخلق الله.
تفتح طبق من طبقان بيتك لخلق الله، حتى لو انت مش عايش فيه، ده مراتك فيه وعيالك فيه، ده لو انا مش مراتك عيالك يا اخي فيه، وقاعدين مستورين. بس ما يبقاش ربنا ساترنا وانت يا راجل البيت تفضحنا. مريم كفايه كفايه كفايه، يعني انت قاعده تديني سكاكين رهيبه يا مريم، سكاكين في قلبي. عشان انت اللي عملته مش قليل، انا بديك بالكلام لكن انت اديتني بالفعل. سكين يا مريم، انت اللي رشقت السكاكين والخناجر بغدرك في ظهري، مش في قلبي، في ظهري. ويا ريته كلام، يا ريتك كنت بتقعد تتكلم معايا كده بيني وبينك ما كانتش تطلع ما بيننا. لا، فضحتني للدنيا كلها. فضايح صوت وصوره، فضايح. بيتك بياكل كام بكام، بيشرب بكام، عيالك، مراتك، الثلاجه، البيت، المطبخ، الحمام، يا نهار اسود. ما سبتش حاجه ما عملتهاش من الموبقات اللي ربنا يعني بيحاسب عليها حساب عسير كبير عنده. لان ما يبقاش ربنا ساترنا بين 4 حيطان وانت اللي تيجي تفضحنا. انك تصور وريال بنت عمك والجوز بنت عمك، جوز بنت عمك يقول لك، ايه، يقول لك لا يا احمد ما بحبش اشوف الكلام ده، ما بحبش اشوف الحاجات دي. والنبي يا احمد الله يخليك، دي حاجات اثر بيت، ما بحبش اشوف الكلام ده. يبقى انت بتفضحنا وبتعرنا. دي اسمها بيع شرف، لعب بشرف بيت، لعب بحرمة بيت. اما تبقى مراتك قاعدة في بيتها ربنا ساترها عليها هي وعيالها، وتتلاعب بعرض بيتك بالشكل ده، وتفضح بيتك لخلق الله، تفضح طبق من طبقان بيتك لخلق الله، حتى لو انت مش عايش فيه، ده مراتك فيه وعيالك فيه، ده لو انا مش مراتك عيالك. والله هو اللي بيقيمني اقرب سلاح، اللي بيقيمني وبيقيم حب العيال اقرب سلاح، يعديهم اقرب سلاح. والله حضرتك يا يعديهم امك. لا طول كده لو مسجل مكالمة بعتها انا ما بسجلش مكالمات يا استاذ احمد وانت عارفني. والله يعديهم امك اللي بيقيم عيالي حب العيال. ولو انا عملت كده مش هقول مرة هتكلم يا ابني. هو يا ابني ده تستمر، كان ليه عايش كده يستخدم ويستمر على اسمي وانا عارف اجيبه ازاي. طب احولهم انا عشان خاطر دي. كلمهم يا دكتور، ما تكلمنيش انا. يعني اكلمهم للاسف. اكلم ايه؟ اكلم انا امهم واسمعهم انا؟ انا كده ماليش علاقه. انا ماليش علاقه بكل شيء. انا اتدفع على وشي واتشتمت بامي ومراتي اتفشخت وسمعتها وقال لها شرموطه وقال لها كلمه انتاجه. امي الست المدفونه، الست اللي بتفكر اتقال فيها ما في بدع. وطلعت تقارير خاصه بالداخليه بعتتها لورا. زي ما الميتين ابوها الميتين هم عيالي. ماليش عيال يا بيه، انا ماليش عيال. خلاص احمد كلمات احمد مش هي بتقول لك اكرم سلام خير العيال. ادفعوا عليك عليا انا يا ديوس. انت قلتلوش ادفع فلوس، هو عرف يدفع فلوس. انا عايش معاه 18 سنه بنت المتبركه، بنت الكلب اللي من الشارع، اللي قالت عليا ديوس قوات. عايش معايا 18 سنه دي طبعا ده اسمه قوات. عاوزه فلوس مني ده اسمه قوات. بترجعني ليه؟ بعدها اسد. خطوبني الاسد. انت على راسي من فوق. انا بحبك وانت عارف. انت عارف انت ايه بالنسبه لي. انا اسف ان انا صوتي، بس حط نفسك مكاني. تروح للأسد. وسخ نفسك، انت اللي بمزاجك المرض ده جواك. هو انت فكرك ان انت تقدر تقعد شهر واحد كامل من غير ما تحس انك علمت على ست؟ كفايه يا هادي، كفايه التكسير فيه. ده مش تكسير، دي حقائق. تروح تعالج نفسك انت عشان عيالك. طب ربنا، انا بقول لك كل حاجه اهو. انت لو بتحبني هتقول هتعمل ايه في موضوع انك كنت بتعرضني على الرجاله علشان يناموا معايا وانا ما كنتش برضه كل مره، وكنت بتحاول تسيطر عليا بكل الطرق عشان واروح الاتجاه ده باي طريقه، وده مرض نفسي انت بتعالجه. إنه كلب. نعم إنه كلب.
لانه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. انت مرة لازم يتغير عليك، بس هو هتعمل ايه بقى؟ واضح ان هو راجل ديوز. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحة بدون وجبة. بمزاجك بتوسخ نفسك، انت اللي بمزاجك المرض ده جواك. هو انت فكرك ان انت تقدر تقعد شهر واحد كامل من غير ما تحس انك علمت على ست؟ كفاية يا هادة، كفاية التكسير فيه. ده مش تكسير، دي حقائق. تروح تعالج نفسك بيها عشان اعينك. طب ربنا، أنا بقول لك كل حاجة أهو. انت لو بتحبني هتقول هتعمل ايه في موضوع انك كنت بتعرضني على الرجاله علشان يناموا معايا وانا ما كنتش برضه كل مره، وكنت بتحاول تسيطر عليا بكل الطرق عشان واروح للاتجاه ده باي طريقه، وده مرض نفسي انت بتعالجه. نعم. انه كلب. حبيبي انا مبسوط جدا من جوايا، ويوسف طاير بالفرح. على الاقل ان احنا هنخرج كاسره بعد كده، ومفيش حاجه، وانزل بقى اخر الشهر اجيب بقى ليهم لبس بقى واجيب لهم بتاع وكده يعني هم العيال بقى لهم اكتر من سنتين مش حاسين، العيال نفسها متدمره. فطبعا مبسوطين، ربنا يكرمك حبيبي. ويعني انا عارف انك هتنبسط جدا، بس انا اعمل ايه يا اكرم؟ اعمل ايه يعني؟ احنا ما اتكلمناش في عودة خالص، بس واضح كده ان خروجتين 3 ممكن تلاقي الدنيا دي اتعدلت يعني. مع مريم الامور كلها، مريم قريبة برضو، وهي صوت بس وحركات، لكن هي عبيطة وهبلة انا عارف، واخد بالك؟ ودينا دندون اللي وقفت معايا معنويا وكل حاجة، وماديا برضو مضحكش عليك. فترات كتير كانت تحولني، تقف كده وتقول لي الفلوس دي سلف، فما ربنا يكرمك تبقى ادهاني. ست اصيلة جدا جدا، وانا مش ابن حرام انا. فطبعا الجزء اللي تحت عندي خربان، بحبك جدا لغاية ما ادخل القبر واموت، وانا بعتذر عن كل اللي فات مش عشان تسامحيني، وانت صاحبة الكرم والجود بعد ربنا سبحانه وتعالى، مش بالفلوس، بقلبك الطاهر ده. انا بحبك جدا، افضل احبك لغاية. ويحيى الوطن، ويحيى كل مواطن شريفا في مصر وخارجها. إياك أن تخشى بطش باطش ولا لوم لائم أبدا. أنت حر ابن أحرار، فعليك أن تتكلم. بيان: إذا ما حدث خلال الأيام الماضية وما زال يحدث حتى الآن، هذه هي ساعتك التاريخية، فتكلم يا ابن الشعب. تطاول بعض الناشطين على السوشيال ميديا من المرتزقة، هي فعليك أن تتكلم. تكلم بحسك، تكلم بروحك. من حملة ممنهجة ومدروسة وممولة وغير شريفة. أنت في قلبي، لو مسكت سكينا بيدك وشققت صدري فوجدت قلبي، إياك أن تندهش، فهو عضو من أعضاء الجسد. نبتا شيطانيا على الأراضي المصرية، نبتا شيطانيا لابد وأن يقتلع من جذوره. بالدستور أعطيته الكلمة، وبالدستور اكتفيت بهذه الكلمة. شكرا، روح لوطك. طبعا الجزء اللي تحت عندي خربان، بحبك جدا لغاية ما ادخل القبر واموت، وانا بعتذر عن كل اللي فات مش عشان تسامحيني، وانت صاحبة الكرم والجود بعد ربنا سبحانه وتعالى، مش بالفلوس، بقلبك الطاهر ده. انا بحبك جدا، افضل احبك لغاية. حبيبي انا مبسوط جدا من جوايا، ويوسف طاير بالفرح. على الاقل ان احنا هنخرج كاسره بعد كده، ومفيش حاجه، وانزل بقى اخر الشهر اجيب بقى ليهم لبس بقى واجيب لهم بتاع وكده يعني هم العيال بقى لهم اكتر من سنتين مش حاسين، العيال نفسها متدمره. فطبعا مبسوطين، ربنا يكرمك حبيبي. ويعني